يلا تعالوا معايا اقولكوا على حتة ديوز قضيته النهاردة تحفة. التجمع بتاعنا كان في العباسية الساعة 6:30. الباص كان حلو قوي قوي. تعالوا اقولكوا عملنا ايه في الطريق. لازم طبعا كنا نفرفش كده في الطريق ونقعد نغني شوية ونهيص. تعالوا اقولكوا كنا بنعمل ايه. ومنى صاحبتي كانت ماسكة الدي جي في الرحلة، كانت هي اللي بتشغل الاغاني. والشوق اللي مالوش بصراحة بصراحة أنا مغرم بعينيك السود وغلاوة. حد ما عندوش قلب يركن العشرة دي على جنب، ده انت نص كلامك جبت نفسي بقى تفكر حوارات. انت ملك اللامبالاة، انت حد تعبني معاه، واحد ماشي يربي وراه ماشي بمبدأ عالجوفاء، ما خصمك وبعد عننا مش طايقاك. مش عارفة اقولكوا كمية الفرحة اللي كنا فيها لما عدينا بوابات القاهرة وطلعنا على الطريق. يا كانت فرحة. واخيرا وصلنا فندق دوما في السخنة. الباص كان حلو والطريق كان جميل والناس كانت ظريفة في الفندق قوي، والناس اللي كانت معانا في الرحلة كانت حلوة. وهوريكوا جولة كده جوه الفندق، كل حاجة وريها لكم بالتفصيل، لان احنا اتفقنا ان حبايبنا كده هنجمعهم ونطلع احنا كمان ديوز وهنقضي يوم تحفة. تعالوا بقى اوريكم شكل الفندق من جوه لما دخلنا. يلا بينا يلا بينا. ان شاء الله ممكن تحجز لنا. اول حاجه احنا فين يا جماعه؟ عايز اقول لكم احنا فين. ايوه نقضي يوم تحفه، ديوز حلو جدا. اقول لكم على تفاصيله، وان شاء الله على القريب ممكن نعمل احنا جروب ونسافر لوحدنا كلنا كده مع حبايبنا ان شاء الله. وهقول لكم مواصفات الفندق بس بيني وبينكم انا عايز اقول لكم ان احنا خرجنا جري عشان نروح نشوف شكل البحر ونحجز لنا الشازلونجات. تمام. يعني احنا كده ده شكل الفندق كله من بره. بصوا بقى البروجرام بتاعنا كان ايه. عبارة عن ان انت بتاخدي شاليهين فيهم شاليه للسيدات وشاليه للرجالة. تمام. وكان كمان في وجبة غدا اوبن بوفيه، وعندك شازلونجات وعندك البيسين وعندك البحر. في طبعا بول للاطفال وفي بول للكبار. وكان البحر هناك كان جميل قوي، كان رملي، لا كان جميل. والفندق كله تحفة وتعملي اللي انت عايزاه. تعالوا بقى بصوا شكل البحر. بصوا شكل البحر يجنن يجنن يجنن. انا ما كنتش عايزه اطلع من الميه. الميه كانت جميله قوي، الهوا كان حلو. احلى حاجه تروحي السخنه، شرم، الغردقه، المناطق اللي هي المشتى في 5 و6 الجو بيبقى فيها حلو. ممكن الميه كان فيها شويه بروده بس كانت الميه لا جميله. طبعا احنا كان في شازلونجات وشماسي، وكان في لسان في الميه اهو شايفينه هيظهر. كنا بنتمشى عليه بعد ما طلعنا من البحر وغيرنا هدومنا. طبعا البروجرام بتاعنا زي ما انا قلت لكم كان عندنا شاليهين للرجاله وواحد للستات، واللي كان عايز يحجز غرفه كان بمبلغ رمزي مش غالي، فكانت جميله بصراحه. يلا بينا بقى اوريكم الغرفه اللي احنا غيرنا فيها الملابس. ده الشاليه بيتكون من سريرين وتلاجة وتكييف، وطبعا كان فيه تسريحه وكرسيين، والفيو بتاعها كان قدامه تحفه. عايزه اقولكم ان كل حاجه كانت في الفندق بالاسانسير، عشان الناس اللي رجليها تعبانه مش قادره تطلع وتنزل، لا في اسانسير يطلعك واسانسير ينزلك. طبعا بعد كده رحنا على الساعه 3 رحنا الغدا بتاعنا كان اوبن بوفيه. ده ركن السلطات، كانت سلطات كتير جدا وطعمها كان حلو قوي. بعد كده طبعا انا يعني خدت السلطه اللي انا محتاجها وطلعت طبعا على القسم التاني بتاع الاكل بصراحه عشان كنت جعانه جدا. البحر كان بيجوع. طبعا انتي تقدري تاكلي كذا مره ان هو اوبن بوفيه براحتك لحد ما تشبعي. كان البوفيه عباره عن رز
وعبارة عن مكرونة، وعبارة عن البطاطس، وعبارة عن صنف خضار وفراخ وكفتة. وطبعا كان فيه الحلو. الحلو ده اللي من بيغيروه، بس كان الحلو طبعا. الديزرت بتاعهم كان جميل قوي. الجيلي كان تحفه. انا من النوع اللي ما بحبش الجيلي بره، لا الجيلي بتاعهم كان جميل قوي. والكفته كانت روعه، والفراخ كانت حلوه قوي. تقدري تاكلي كذا مره زي ما انت عايزه لحد ما تشبعي. ده منظر الديزرت كان حلو، تقدري تاخدي اكتر من طبق لحد ما تشبعي. عشان كده يا جماعه هم قالوا ايه، اوبن بوفيه. اليوم كان جميل قوي وانا قضيته، وفي الاخر رجعت. ان شاء الله بعد العيد هعمل ديوز لكل حبايبي، وهنروح، وانا اتفقت مع الفندق، وهتبقى باسعار رمزيه، وكل سبل الراحه موجوده. ان شاء الله هنتقابل بعد العيد.